بيقول لقيت ست قاعده بتبيع بطتين كبار، قلت لها مش عندك بط صغير؟ قالت لي لا مفيش غير دول. قلت لها يا ريتني كنت جيت بدري عشان اخد البط الصغير. لقيتها ضيرت وشها كده وقعدت تعيط. قلت لها في ايه بس مالك؟ قالت لي اصلك لو كنت جيت بدري برضو ما كنتش هتلاقي غير دول، انا اصلا مش ببيع، ده انا كنت بربيهم عشان اكلهم للعيال، بس لما راحوا المدرسه اول يوم بشنطهم وحاجتهم القديمه اتكسفوا من صحابهم ورجعوا مكسورين الخاطر. فقلت لهم اجيب لكم لبس وشنط ولا تاكلوا البط؟ قالوا لي لا عايزين لبس وشنط. فطلعت جبت البطتين وقاعده من الفجر هنا محدش راضي ياخدهم. قلت لها طب الواحده بكام يا حاجه؟ قالت لي ب 200. قلت لها طب خديهم وروحي نضفيهم وظبطيهم وتعالي. راحت فعلا. قمت انا رحت اشتريت شنطتين مدرسه وشويه ادوات مكتبيه، ورحت اشتريت حاجات من السوبر ماركت ورجعت لها. قلت لها اتفضلي بالهنا والشفا البط لولادك وخدي الادوات دي، واديتها فلوس. قعدت تعيط وقعدت تدعي لي. خرج صاحب المحل قعد يقول دي جت هنا من الصبح قعدت، اتحايلت عليها عشان تاخد فلوس ما رضيتش ابدا. لما شفتك واقف معاها دعيت ربنا ان فرجها يكون على ايدك. لما تيجي تحب تخرج صدقه دور على الذين يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، مش اللي ماشيين في الشارع عمالين يسالوا الناس وهم اصلا مش محتاجين.